النهاردة هنعمله مع بعض طريقة الجبنة القريش على الطريقة الصعيدي. وده كان تحدي مع سلايفي ان انا هعرف اعملها ولا لا. بنحلب اللبن من البقرة. طبعا احنا في المدن وكده هنجيبه جاهز طبعا من عند اللبان. هنسيبوه مثلا لمدة يوم، يوم متغطي او في فرن. تمام، ما نعرضهوش لاي حرارة. المهم ان الجو يكون دافي حواليه. تمام، تاني يوم هيبقى معانا مثلا بالمنظر ده. تمام، بس انا كانت القطعه على بعضها. بس انا كنت اخده منها، يعني كانوا عيالي عايزين ياكلوا زبادي وكده اخدهم. الكميه بقى اللي انت مش عايزاها مش محتاجاها تسخني ميه. تكون ميه ده سخنه، يعني اقل من المغليه بحاجه بسيطه. وتحركيهم حركه كده بسيطه، ما تقعديش تقلبي جامد بحيث ان هما ما يتكسروش. تمام. تبقى التكسيره بسيطه خالص، يعني تبقى القطعه لسه بقطعتها كده ماسكه نفسها. بس تسيبيهم 10 دقايق. وده حاجه اسمها ابوط. القبوط ده عندهم في كل بيت، يعني عنده بهايم، عنده بقر، عنده جاموس. طبعا جبنة الجاموس لا يعلى عليها، احسن من البقر 100 مرة. تمام، هنسيبوها فيه. كل ما القبوط ده يصفي المية الرايب ده اسمه رايب هنا، هم اسمه الزبادي. كل ما يصفي المية اللي فيه، الكمية هتقل. يبقى معاكي كبشة وتاخدي بقى تغرفي بيها وتحطي. تمام، لحد ما الكمية اللي عندك دي تخلص خالص. بس تسيبيها برضو الجبنة دي هتسيبيها في القبوط ده مثلا. ما عملتيهم الصبح تسيبيهم لحد اخر النهار. تمام، اهو المية دي اللي بتنزل منه. اهي بصوا، كده بيصفي في المية بتاعته. كل ما القبوط يقل حطي فيه تاني. لو عندك ما عندكيش خلاص، يعني لو عندك مثلا كمية قليلة ممكن في قبوط واحد. انا عشان بسم الله ما شاء الله يعني عندنا بهايم. اهو يعني عملت 2. احنا بنعمله طبعا بالاربعة وبالخمسة وبالستة، بنعمله عدد. بس انا عشان يعني مبتدئة فحبيت اوريهم شطارتي وكده. اسكندرانية بقى. بس هنا بقى لما صفى المية خالص، بقى تمام بقى. الصينية اهي تحتينا فاضية، مفيهاش غير حاجة بسيطة تضغطي عليها تلاقيها ناشفة. تضغطي على الجبنة نفسها تلاقيها ناشفة. بصوا اهي، ناشفة جدا اهي. مش ما كنتش عارفة امسكها عشان التليفون، معلش التصوير مش حلو. بس الجبنة تحفة. بمناسبة التصوير يا جماعة، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير، وما تفعلوا الجرس بليز. اهو بصوا، تحفة يا جماعة، طعمها خطير، احلى من بتاعة السوبر ماركت 100 مرة. بصوا، بصوا ناشفة ازاي. انا بضغط عليها بصوا بتتكسر ازاي. طعم زي السرسوب كده، حاجة حلوة قوي، يعني احلى كمان من السرسوب بمراحل. بترشوا عليها حبة ملح. لما تيجي قبل ما تاكلي كده بشوية رشي عليها